ما الوصايا؟ خلاصة تجارب قائلها يوجهها لأهله وأبنائه وأصدقائه، أو الحاكم لشعبه. ما الذي يغلب على أسلوبها؟ يغلب على أسلوبها السجع. حدد خصائص أسلوب الوصايا: الإيجاز وكسر الجمل، جزالة الأسلوب، وتنوع الأسلوب بين الخبري والإنشائي، فصاحة التركيب والاعتماد على الأسباب والنتائج، وكمان مناسبتها ظروف البيئة. عرف بالحكمة مبينا الهدف منها، الكلام الذي يقل لفظه ويجل معناه، ويعبر عن خلاصة تجربة ومواقف خبرها الحكيم. الهدف منها انه يوجه الحكيم من يحب الى الخير. على ما يعتمد اسلوب الحكم: ايجاز، سلامة الايقاع، جمال الصيغة، وضوح الادلة، شحن الالفاظ بالخبرات والتجارب الانسانية التي تحمل توجيها سلوكيا يهدف الى الخير. والبعض الحكم النثرية: من سلك الجدد آمن العثار. معناها: الإنسان الذي يسير في أرض مستوية يسلم من الذلل والسقوط. رضا الناس غاية لا تدرك. معناها: مهما قدم الإنسان للناس من إحسان لا يستطيع أن ينال رضاهم. خير العفو ما كان عند المقدرة. معناها: الإنسان يدخل في زمرة الأخيار عندما يعفو عن المسيء وهو قادر أن يقتص منه. اذكر أمثلة للحكم النثرية: كل ابن أنثي وإن طالت سلامته، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه، عما قليلا فيلقى الذل والحرية. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ولم أرى مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابا. فلا تقتلك شهوته وزنها، كما تزن الطعام والشراب. بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملكه على جهل وإقلال. الأمة مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. عرف بالمثل: قول موجز ورد فيه حادثة ما، يقصد منه تشبيه حال الذي يحكى فيه بحال الذي قيل لأجله أول مرة، يزيع على الألسن على مر العصور، وله مورد ومضرب. المورد: المناسبة التي قيل فيها المثل ابتداء. المضرب: الحالة التي تشبه تلك المناسبة التي قيل فيها المثل أول مرة. على ما يعتمد أسلوب الأمثال: الإيجاز، سلامة الإيقاع، جمال الصيغة، ووضوح الدلالة، شحن الألفاظ بالتجارب والخبرات الإنسانية التي تحمل توجيها سلوكيا يهدف إلى الخير. الأمثال مرآة العصر، وضح، حيث إنها تعكس صور الأمم الماضية وأخلاقها، وهي ميزان يوزن به رقي الشعوب وانحطاطها وسعادتها وشقاوتها وأدبها ولغتها. كيف اهتم العرب بالأمثال؟ أكثر العرب من الأمثال، فلن يتركوا بابا إلا ولجوه، ولا طريقا إلا وسلكوه، وأفردها العلماء بالتأليف. إلى من تعود أقدم الأمثال؟ تعود إلى لقمان الحكيم. أذكر بعض الأمثال النثرية أبلغ من قص. مورد: قص ابن سعادة الأيادي، وهو من حكماء العرب وعقلهم، وأول من أقر بالبعث من غير علم، وأول من قال وأما بعد وقد عمر طويلا. على أهلها جنت براكش. مورد: براكش هي كلبة لقوم من العرب، اختبأت مع أصحابها من الغثاء، فلما عادوا خائبين لم يعثروا عليه. نبحت براكش فاستنبأوا بنبحها على مكانهم فاستباحوه. مضربه: يضرب للتعبير عن شخص ضر أهله وأحبابه دون قصد. أرخى عمامته. مورد: أن الرجل من العرب كان يرخي عمامته بعد طول انتظار وعناء لما يستشعر بالأمن والأمان. مضربه: يضرب للتعبير عن الإحساس بالأمن. قول مثلا شعريا موضحا مضربه: تقطعن ذنبا الأفعى وترسلها، إن كنت شهما فاتبع رأسها الذنب. مضربه: يضرب للتحريض على استئصال الشر من جذوره. ما الخطب؟ كلام يلقى في مواجهة الجمهور، ومما تتكون مقدمة، موضوع، خاتمة. على ما يعتمد أسلوب الخطب: الاستمالة، الإقناع، تنوع الأسلوب، كسر الجمل، قرب المعاني. حدد الخصائص التي تجمع بين فنون النثر الجاهلي: الإيجاز، جمال الصيغة، دقة الألفاظ، وضوح المعاني، سلامة الفكر، قلة الصور الخيالية، وشيوع المحسنات البديعية. تقدر تقول لي ما أغراض النثر في العصر الجاهلي؟ الدعوة إلى القتال،
الدعوة إلى الصلح وحقن الدماء، النصح والإرشاد والترغيب والترهيب. ممتاز، طالب ممتاز، هايل يا ولدي، هايل هايل هايل. تيجي تاخد درس ليه عندي؟ تيجي تاخد درس ليه؟ تيجي تاخد درس ليه يا ابني؟ تيجي تاخد درس، امشي، سلام.